السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة كتب الإيمان بتشمل إيه وفيها إيه ومحتواها إيه بالظبط يا مس إيمان، وشكل الكتب كمان إيه؟ تعالوا أقول لكم واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي ويلا بينا. إحنا عندنا يا أولاد مستوى كتب الإيمان فيها عربي مستوى أول، ركزوا بقى معايا كده، وكمان عربي مستوى تاني، تمام، وكمان عربي مستوى تالت أهو، وكمان عربي مستوى رابع، العربي المستوى الرابع اهو، تمام. وعندنا كمان كده خلصنا مراحل العربي. عندنا بقى الحساب مستوى اول ومستوى تاني، مستوى اول ومستوى ايه تاني. احنا بنقلب الكتاب عشان اوريكم المحتوى بتاع كل كتاب. وعندنا الماس طبعا كلكم عارفينه ما شاء الله، اللي عمل ضجه كبيره جدا، اللهم لك الحمد يا رب. وعندنا الانجليش بارت 1 وبارت 2 اللي هو ايه الكلمات اللي احرف كلها الليدر كلها بتاع الانجليش. وعندنا بعديها بعد ما خلصنا الليدر هناخد الشورت فاولز. يلا بينا ناخد كتاب بيتكلم عن ايه ودنيته ايه بالظبط. طبعا اقول لكم ان الام اللي ابنها عايز يبدا من جديد، الام اللي مش بتدي درس بره، الام اللي ما شاء الله يعني عايزه تذاكر من نفسها كده مع ابنها من 3 سنوات، احنا شغالين اهو. اول حاجه بنظهر فيها بنظهر بالشكلات، طبعا كلنا عارفينها عشان تقويه عضلات ايد ابنك، بتبداي بالشكلات وبعديها كل ده تمرين لتنميه الذكاء ابنك. وبعدين نخش على المنهج بتاعنا بحرف الالف وبناخد قصه عليه وكمان الشكلات لحرف الالف، وبناخد بقى كحرف الالف تمارين عليه كتيره جدا جدا فوق ما تتخيلي، 10 تمارين على حرف الالف بس. بناخد كلمات على حرف الالف ويعمل دال على اول كلمه على اول حرف. بناخد كمان ابنك اللي يحط حرف الالف هنا بيكتب حرف الالف عشان ايده تتقوى على الكتابه. وبندي كمان تمارين كتيره جدا، قراءه، املا، اختر، اكمل، وصل. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله مفيش حاجه مش سايبينها. كمان تتبع الحروف ده حلو جدا لتنميه الذكاء، حاجه في منتهى الروعه. وهكذا الباء والتاء والساء ولحد الياء. هنا بقى تلاقي الحروف اللثويه، هتلاقي الحروف المفخمه، الحروف القطع، كل ده شغال معانا. هتلاقي بعض من مواضع الكلمه، كل ده شغال معانا في قلب الكتاب، اللهم بارك. يعني مش سايبه لكم حاجه. ابنك هيبدا من 3 سنوات ونص وحضرتك مطمنه على المنهج بتاعه. ده كده بالنسبه للعربي. بالنسبه للعربي خلصنا بقى الاحرف، نخش بعد من حروف نخش ايه، ندخل في الحروف على مواضع الاحرف اللي مجنننا كلنا، وكمان الفتح والكسر والضم والسكون. ده محتوى كتابنا وده منظره شكل الكتاب من جوه. الحرف يعني انا جايبه لكم هنا كده مثلا حرف الالف، جايبه الموضع بتاع حرف الالف، مش كده كمان مش مكتفيه، انا جايباه في الاول وجايبه لك عليه تمارين في الاول، وفي الوسط وجايبه لك عليه تمارين، وفي الاخر وجايبه لك برده عليه تمارين. وادراك بصري وحسي وسمعي زي ما احنا متعودين. يعني انا لازما برده انعنش الطالب وبيحل الكتاب يبقى يحس كده بفرحه وانه بيلعب. الحروف اللثويه جايبها لك بقى بتمارين كتيره باسئله كتيره ما شاء الله، يعني الدنيا حلوه جدا. حروف مفخمه وبرده مرققه ولثويه وحروف المفخمه وكمان تمارين عليها هي ما شاء الله. شايفين المنظر، تمارين رهيبه. يعني حضرتك مش محتاجه مدرس، والله ما محتاجه مدرس، يعني الدنيا ما شاء الله. الفتحه والكسر والضم وتمارين كتيره والثنائي والثلاثي والرباعي والمثلث الهرمي، يعني ما شاء الله ما فيش حاجه مش جايبينها. بصوا المنظر. وكمان قاموس في اخر كتاب على 28 حرف فتح، 28 حرف كسر، 28 حرف ضم، طبعا كراسي الهمزه معانا. ما شاء الله بصوا منظر، 28 حرف سكون. الدنيا معاك هتبقى زي الفل، اللهم بارك. ده كده بالنسبه للعربي المستوى الثاني. خلصنا يا مس ايمان مواضع الاحرف، فتح كسر ضم سكون. نعمل ايه؟ هناخد بقى المستوى الثالث اللي هو المد بالالف والمد بالواو والمد بالياء، مذكر مؤنث، التاء المربوطه والتاء المفتوحه. كل ده شغال معانا ما شاء الله، اللهم بارك. اهو مد فتح كسر ضم سريع، صفحه واحده او صفحتين تقريبا. المد بالالف وطبعا عليه تمارين كتيره، اسماء الاشاره، ضمائر المتكلم، التحويلات بتاعتهم. عندنا كمان بصوا بقى اهو كده، اللهم بارك، حاجه في منتهى الروعه. قطع استخراجيه على كل درس. عندنا كمان هنا كده بصوا كمان سايبه لكم ورق عشان تشتغلوا فيه. السكون بطريقه يعني مفصصه جدا جدا. قطع استخراجيه كبيره جدا جدا. وكمان اللهم بارك كتاب فعلا حاجه كده في منتهى الروعه ما شاء الله. خلاص خلصنا بقى المد بالالف والواو والياء. ناخد ايه يا مس ايمان مع ضمائر المتكلم واسماء الاشاره؟ هناخد بقى المستوى الرابع بقى، ده اللي قنبله. تنوين وانواعه، شده وانواعها، لم تعريف، لم اصليه، لم قمريه، لم شمسيه، تاء بانواعها، الهاء بانواعها، كراسي الهمزه، الكراسي الهمزه بانواعها، احرف الجر متصله ومنفصله، المفرد والجمع، كل ده في قلب الكتاب هنا. عايزه اقول لكم الكتاب بقى ده اللي حرفيا ابنك لو خلصه وهو متمكن يدخل اولى ابتدائي وهو حاطط رجل على رجل، اللهم بارك. اقسم بالله كتاب خطير، اللهم لك الحمد يا رب. شهادة اللي اخدوه الكتاب فعلا عامل ضجة ما شاء الله، يعني مش سايب حاجة الا ومفصصها. مش شوفوا يعني الهمزه الممدوده والمتوسطه والمتطرفه، كل ده شغال معانا. حرف الجر المتصله والمنفصله، المفرد والجمع، تمارين على اخر في اخر الكتاب كده، حاجه في منتهى الجمال.
يعني حتى ابنك هيقرا وهيتملى وهيستخرج، وكمان اسئله لتنميه الذكاء. يعني شوفوا منظر ما شاء الله، حاجه في منتهى الروعه. كتاب الحساب المستوى كده خلصنا اجزاء العربي. ندخل بقى على اجزاء الحساب. اجزاء الحساب المستوى الاول ده عباره عن من 1 ل 80. في بقى الترتيب التصاعدي، الترتيب التنازلي، الاشكال الهندسيه، اكبر من، اصغر من، التالي، السابق، كل ده شغال معانا في قلب الكتاب. يعني شبه ان ابنك لو بيعاني من اي حاجه في الحساب، لا خلاص مفيش الكلام ده كله. اللهم بارك. حتى الترتيب التصاعدي والتنازلي مش داخله بيه، لا ده انا عامله لك بيه الاول خطوات، ان احنا الاول لازم نجيب اشكال الاشكال وبالارقام، والجمع بالاشكال والجمع بالمضاعفات والجمع بالارقام. كل ده معانا في قلب المنهج ما شاء الله. بصوا والله ما سايبه حاجه اللي في الحساب بالذات وعاملاها، لان يعني الحساب هو الاساس عشان تحويل في سنه رابعه. فحساب المستوى الثاني كده خلصنا المستوى الاول. عندك بقى من اول 50 لحد 300 ما شاء الله. جمع، طرح، اشكال هندسيه، جمع بالاضافه، الجمع بالوحيد، الجمع بالاصفار، الطرح بالاشكال، الطرح بالاعداد، الطرح بالطرح العادي، الطرح بالاضافه. كل ده معانا زي الفل. الاحاد والعشرات، الارقام بالعربي. عندنا كمان يا مس ايمان الجمع بكل اشكال، وعندنا الفاظ العقود، عندنا اشكال هندسيه، الاطوال والاضلاع، وكل ده معانا برضو. عندنا الطرح رقمين، طرح رقمين برقمين، طرح رقم برقم، يعني حاجه في منتهى الروعه. عندنا كمان خط الاعداد اللي كلنا خايفين منه مع انه سهل جدا جدا يعني. الجمع بالعشرات، ايام الاسبوع، شهور السنه، الفاظ العقود، الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي، المربع السحري في الجمع والمربع السحري في الطرح. كل ده احنا مش سايبينه. كمان اخر حاجه بنختم بيها الساعه وتمارين للقراءه والاملاء. خلصنا بقى. طب بالنسبه لمس ابني في لغات، اهو ابنك في لغات برضو مش سايبينك، برضو واقفين معاكي. ابنك لو في لغات هياخد الكتاب ده اللي هو برضو من 1 ل 50 زي العربي المستوى الاول. سايبلك في الاول مصطلحات عشان تحفظيها، عشان ابنك ما تتوهيش مع ابنك وانت بتذاكري له لو مش بتوديه درس. جايبه لك من 1 ل 50. ما شاء الله. عايزه اقول لكم اللهم بارك برضو نفس الحوار، ترتيب تصاعدي، سكند اوردر، وده السكند اوردر والنمبر لاين. وكمان عندنا افتر والبيفور، يعني حاجه في منتهى الروعه. عندنا كمان الشيبس كلها، الاشكال الهندسيه كلها. عندنا الارقام بتاعتنا من نمبر 1 لحد نمبر 50. بصوا بقى كمان جايبه لكم حاجه لتنميه الذكاء كده، اللي هو نظام المونتسوري. بصراحه ده عمل نتيجه تحفه مع اولادنا. يعني تحس كده ابنك بيلعب مش بيذاكر، يعني حاجه في منتهى الروعه، بيذاكر في نفس الوقت وبيلعب في نفس الوقت ما شاء الله. يعني متوفر اللهم لك الحمد بكل الطرق. الجمع بكل اشكاله، الايديت بالعادي الرقمين، والايديت بالاصفار، وكمان السبتراكشن. عندنا بقى الانجليش اللي بقى يعني حاجه في منتهى الروعه. الانجليزي بارت 1 انا عاملاه كتابين. الكتاب الاولاني فيه الاحرف من اول الاي لحد الام، بس بادئه برضو بنفس الحوار بالنقاط. لابنك اللي في 3 سنوات بنبدا بالنقاط واشكال دي عشان تشغل دماغ طفلك يشتغل بيها. بدأ حرف الاي بالنقاط وكابيتال، وحرف الاي سمول. بندي يا جماعه الاي الساوند والحرف تمام. اند تمام. اكس ابل تمام. بناخد حرف الايه بقى عشان نكتبها كده صراحه اهي، صراحه كده. والتمارين بتاعتها ما شاء الله. يعني ابنك هيحفظ كلمات وهي في نفس الوقت هيتقن الحرف بتاعه زي الفل. الله اكبر. حرف البي نفس الحوار بكل تمارينه واسئلته. حرف السي والدي كله لحد حرف الام احنا شغالين بنفس ذات الطريقه لحد حرف الام. نيجي بقى في الاخر مس ايمان هتلاقي قاموس للاملاء والقراءه، يعني في قاموس للاملاء وقاموس للقراءه، وكمان في تمارين كتيره جدا جدا على من اول الحروف. 10 تمارين عندنا هنا ما شاء الله، 10 اختبارات على الكتاب من اوله لاخره. طب المستوى الثاني من اول حرف الان لحد حرف الزد مع القاموس مع الاملاء مع القراءه. وجايبه لك في الاول كده مراجعه خفيفه على اللي فات، مع برضو اسئله لتنميه الذكاء. ابنك شغال ما شاء الله يا جماعه. صعوبات التعلم ينفع معاهم الكتاب ده والله زي الفل. يعني عايزه اقول لكم اللهم بارك بشهاده دكتور التخاطب الكتاب فوق الروعه اللهم لك الحمد. تمام. اولادنا والله ما هو الا يعني بعد تعليمي مش اكتر. دخلي ابنك في المنهج واديله وتكثفي معاه، هتلاقي الدنيا حلوه جدا ان شاء الله تعالى. بعد ما خلصنا بقى مس ايمان الاحرف بتاعتنا الحروف الانجليزي، هنعمل ايه؟ هنخش بقى على خلصنا الليدر كله، نخش بقى على اخر حاجه الشورت فاولز. وده الخطوه المهمه جدا 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 لابنك. في حاجه واحده بس ان هو في شورت فاولز، ال5 الشورت فاولز بتاعتنا. في كمان يعني في منتهى الروعه اقسم بالله الكتاب ده ما ساب حاجه الا يعني ذكرها. حتى طريقه القراءه ترينجل ايمو، يعني بصوا اهو بنشتغل بيها عادي جدا. وابنك في المرحله دي مش بيحفظ كلمات، لا ابنك بيعرف ازاي يطلع بكورس بكلمه فيها شورت فاولز، يقرا ازاي كلمه فيها شورت فاولز. والسايت ووردز معانا مهم جدا، وكمان معانا الستوري والساينتت، وعندنا كمان الامبورتنت نوتس مهم جدا، والستوري مهمه جدا جدا يعني.
كل ده شغال معانا، والتحليل والدمج كل ده معانا، شورت A وشورت E وآي وأو ويو، والدمج والتحليل والستوري كل حاجة، والترنجل الإيمو والساينتست كل يا جماعة ده معانا عادي جدا. ابنك شغال فيه لازم السايت وورد يبقى عنده دراي بي طلع قبل ما يخش على اللونج يبقى عنده السايت ومعاه اللونج كويس جدا ومعاه جمل وستوري كل ده شغالين بيه ما شاء الله. شايفين اللهم لك الحمد، الكتب جايبه نتيجه في منتهى الروعه يعني بشهاده الكل، اولياء الامور والحضانات والمكتبات، اللهم لك الحمد. يعني يكفيني شرف ان معلمه تقول لي الله يبارك لك، ده كفايه عليا. والتمارين الكتيره ما شاء الله، يعني حوالي تمارين ما شاء الله، كام تمارين؟ 10 تمارين، 10 تمارين ما شاء الله كلهم احسن من بعض لابنك اللي هو عايز تاسس. احنا ما بنحفظش يا جماعه الكلمات، احنا بالعكس احنا بناسس فونكس. دي كانت ده كان باختصار كل الكتب بتاعتنا من اول العربي والحساب والانجليزي الى اخرها الماث والانجليش بالظبط. يعني نقول ما شاء الله 10 كتب سعرهم حلو جدا، يعني حاجات في منتهى الروعه، محتوى جميل. عايزاكم انتوا كأمهات تستعينوا بيه، حتى لو مش بتدي درس مش بتدي لابنك درس، انت تشتغلي بيه. كل حاجه فيه موضحه زي ما ورد لك كده. ان شاء الله باذن الله يكون المحتوى عجبكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.